انظروا إلى تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. هذا التصريح طبعا بالنسبة لي هذا أعده من أذكى وأقوى التصريحات التي صرح بها عراقجي إلى اليوم. ربما يظهر أنه تصريح عادي، ولكن وراءه كثير من الذكاء وكثير من الفهلوة والإيرانية. هنالك تعليق على هذا التصريح، هو من أقوى ما قيل عن المفاوض الإيراني، أقوى ما قيل على فن السياسة الإيرانية، على المدرسة الإيرانية في السياسة والكفاءة الإيرانية العالية في إدارة الخطاب الإعلامي وأسلوب التصريحات الإعلامية. طبعا من قال هذا الكلام هو الكاتب والمفكر اليمني الأستاذ مصطفى عامر، الذي قال بالتحديد أنه لا ينكر الإعجاب بالمدرسة الإيرانية في السياسة بكفاءتها العالية في إدارة أسلوب الخطاب الإعلامي، أو في إدارة الأسلوب والخطاب معا، وقدرة مسؤوليها الهائلة حتى على ضبط الكلمات بمقدار محدد. طبعا يقول مصطفى عامر: الإيرانيون يلتزمون بالقواعد، ربما لأنهم أهل مدرسة عريقة مستقلة، ولهذا فهم يضبطون تصريحاتهم بمقدار. وفي الناحية الأهم، الإيرانيون قاموا بتشريح بنية الإدارات الأمريكية الحالية المتمثلة في المجرم ترامب، فهموا أنها إدارة الرجل الواحد الاستعراضي والمجنون والأبله والمتسرع وهوائي الطباع والعجول وسهل الاستفزاز في آن واحد. ولهذا فلا أحد تقريبا يعرف اسم وزير خارجية أمريكا إلا بالكاد على الأغلب. وفي الوقت أو في المقابل يسهر الخلق جراء تصريحات عراقجي، وتنهار البورصة تبعا لمنشور واحد من محمد باقر قاليباف. إيران تقود الدبلوماسية كما لو أنها لا حرب، وتقود حربها حتى يقول الناس أنه لا سلام. هذا هو الذكاء. لكنها في حالتيها تجبرك بالفعل على احترام إدارتها للحرب وهندستها للسلام، لتظهر لك دائما كيف أنه يبقى ممكن حتى إدارة الفوضى وفق القواعد والأصول، بالمسطرة وبهدوء العارفين وبالرصاصة في توقيتها وبالفاصلة المنقوطة والتصريح في محله، مع ضبط الهامش وانحناءة القلم حتى. لله در الإيرانيين، ولله در الأستاذ مصطفى عامر الذي وصف هذه المدرسة توصيفا دقيقا وعميقا أنا للأمانة أعجبني كثيرا.